تخيل جيش المسلمين واقف قدام حديقة الموت في حروب الردة. أسوار عالية جدا وأبواب مقفولة، وجيش مسيلمة الكذاب بيحدف سهام زي المطر، والجيش مش عارف يدخل والوقت بيعدي. هنا ظهر بطلنا بطلب مجنون تماما. قال لأصحابه: حطوني في بساط جلد وارموني بالمنجنيق جوه الحديقة. تخيل واحد بيطلب يترمي وسط آلاف الأعداء لوحده عشان يفتح الباب من جوه. وبالفعل اترمى بطلنا زي السهم ونزل وسطهم يضرب بسيفه يمين وشمال، وفتح الباب وهو جسمه فيه أكتر من 80 جرح ما بين طعنة وضربة سهم. بطلنا ده هو أخو سيدنا أنس بن مالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرره. يعني الرجل ده لو رفع إيده للسماء وقال يا رب، ربنا يستجيب له فوراً. المشهد اللي يوريك عظمته هو في معركة تستر في بلاد الفرس. المسلمين طلبوا منه يقسم على ربنا بالنصر، فأقسم واستشهد في المعركة دي وهو مبتسم، وفتح الله للمسلمين بسببه. كان رجل بيحب الموت في سبيل الله أكتر من ناس بتحب الحياة، وشجاعته كانت بتخوف أعدائه قبل ما يقابلهم. والبطل ده هو البراء ابن مالك. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.